السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير ويكون نهاركم داز مزيان. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي لمسة كيتشين. كنتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركت معنا في القناة كنتمنى تضغطوا اشتراك باش القناة ديالنا تزيد تكبر ويشوفوها ناس كتر فضلا وليس امرا. وما نطولش عليكم نبداو الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اسهل واسرع طريقه باش تحضروا كلاس منزلي كريمي وسهل وسريع في نفس الوقت، مذاق البيستاج والشوكولا فقط ببعض المكونات. كلاس منعش بنكهات اللي كيعشقوها الصغار والكبار، مثالي سواء ليافك او الايام الصيف. خليكم مع طريقه التحضير. بالنسبه للنوع الاول غادي نحتاج فيه علبه ملاموس بنكهه البيستاج، غادي نوضعه في اناء. من بعد غادي نضيف نصف لتر من الحليب يكون بارد كان عندي في الفريكو، وغادي نضيف جوج ديال الياغورت من بنكهه البيستاج، وغادي نبدا نطرب المكونات ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف شويه ديال البيستاج، بطبيعه الحال يمكن لكم تزيدوا تطربوا اكثر بحال هكذا. من بعد غادي نوضعو في بواطه وندخلو الفريكو. ندوزو نوجدو النوع الثاني اللي غادي نحتاجو فيه علبه من لاموس بنكهه الشوكولا. غادي نضيف نصف لتر من الحليب، حتى هو خصو يكون بارد باش تطلع لي الكريمه. وغادي نضيف جوج ديال الياغورت بنكهه الشوكولا. هذا الياغورت اللي كيعمل درهم، الا كان عندكم اخر عملوه غير واحد فقط كافي. غادي نطرب المكونات ديالي بحال هكذا. كما كتشوفوا طريقه اللي سهله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. كما كتشوفوا يمكن لكم تضيفوا حبيبات ديال الشوكولات، انا ضفت بعض الحبيبات كما كتشوفوا الفيديو. غادي نوضعوه في بواطه حتى هو، ندخلو الفريكو حتى يجمد على خاطرو. ونقدموه كلاس اللي ساهل وكيوجد بسرعه. كما كتشوفوا من بعد ما خرجته من الفريكو، بعد ما جمدنا، غادي نقدموه على هذا الشكل هذا، كويسات بهذه الطريقه. كلاس اللي ساهل وفي نفس الوقت بنين بزاف وبارد، بحال اللي قلت لكم منعش، ينفعك في ايام الصيف. وفي نفس الوقت كيخرج لك كميه اللي كبيره تبارك الله كما كتشوف، يعني كلاس اقتصادي. من بعد زينته بالشوكولات وشويه ديال البيستاش في الاخير، وهكذا كيكون الكلاس ديالنا واجد. كنصحكم تجربوه حيت كيجي رائع في المذاق ديالو، واقتصادي وسهل وسريع وكيوجد بسرعه. وهكذا كيكون الفيديو ديالنا تسالى. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه وعجبكم الكلاس. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في الكومنتير وتضغطوا لايك، وبالصحه والراحه.